طيب نقول كده بسم الله. نبدا النهارده ان شاء الله في موضوع جديد خالص ومهم جدا جدا. تمام. لان هو ريليتد بصوره يعني مباشره للحياه العمليه. خلاص. وفي نفس الوقت مهم جدا كمان في الامتحان. ده عليه سؤال في الاكزام بتاع الريدات. خلاص. موضوع ايه؟ بيتكلم على حاجه اسمها السكادجول تاسكس. موضوع السكادجولينج عموما ده يا شباب من اهم واخطر الموضوعات او من اهم السوليوشنز اللي لازم تبقى موجوده في اي سيستم. تمام؟ طيب ليه؟ هي ايه فكره اصلا ان انا اسكادجول تاسك معينه؟ فكره ان انا اسكادجول تاسك ان انا في عندي تاسك معينه او بروسيس معينه محتاج ان هي تتنفذ في وقت معين. صح؟ يعني مثلا تتنفذ الساعه 4 الساعه 5 ايا كان. طيب جميل جدا. يجي مثلا خالد يقول لي طب ليه اصلا موضوع ان في بروسيس معينه هتتنفذ في وقت معين ليه عملت لها بروسيس عشان هي اللي تشغلها؟ ما انا كده كده عندي سيستم ادمن. انا عندي في الشركه بتاعتي في سيستم ادمن هو اللي مسؤول عن حاجه زي كده. هقول لك بص بقى يا سيدي، في حاجات عندنا يمينه في الشغل ما ينفعش ان العنصر البشري يتدخل فيها. في حاجات لازم ابعد عنها العنصر البشري. طب ليه يا احمد؟ قال لك لان العنصر البشري دخوله هيسبب لي مصيبه سوداء في الراجل دوت او في الجزئيه ديت. طب اشمعنى؟ اولا العنصر البشري انا قلت لك تاسك معينه هتنفذ في وقت معين ودي حاجه كريتيكال، يعني حاجه لازم تتنفذ في الوقت ده. تاخيرها او تقديمها هيسبب لي عندي خسائر. ان انت لو قدمتها او اخرتها هيسبب عندي خسائر. انا لازم تتنفذ في الوقت ده. فانا علشان عايزها تتنفذ في الوقت ده شلت العنصر البشري منها. الله الكلام ده ازاي؟ يعني قول لي حاجه تتفهم. هقول لك ازاي يا عم يا سيدي طول. دلوقتي انا لو دخلت العنصر البشري يا يسري في الموضوع ده، العنصر البشري فيه اكتر من حاجه قابل للنسيان. صح كده؟ ممكن ينسى. صح؟ ممكن يجي في يوم والوقت ده يكون عنده ظروف معينه ما يروحش الشغل خالص في اليوم دوت. او ممكن يروح الشغل متاخر عن الوقت اللي المفروض التاسك دي تتنفذ او البروسيس دي تتنفذ فيه. او ممكن هو في الشغل يجي له تليفون بدري مثلا يقول له لازم تروح الفرع الثاني، فيسيب الفرع دوت ويروح للفرع الثاني، فالتاسك كده مش هتتنفذ. او ممكن لا قدر الله مثلا يموت. صح كده ولا لا؟ يبقى اذا دخول العنصر البشري في التاسك ديت مش هيخليها تتنفذ بالصوره الاكيوريت او الصوره اللي هي 100%. ممكن ياخرها، ممكن ما يعملهاش خالص، ممكن ينساها، ممكن الراجل ده ما يجيش اصلا الشغل، ممكن يموت. حاجات كتير جدا. فاذا انا محتاج ان انا اشيل العنصر البشري من الجزئيه ديت يا شريف واجيب مكانه كده حاجه ضم، حاجه كده اللي هو ايه؟ اقول لها اعملي الحاجه ديت في الوقت ده، ما عندهاش تفاهم، هتعملها في الوقت ده زي ما انا قلت لها بالظبط. طب ايه الحاجه اللي تنفذ التاسك بتاعتي في وقت معين من غير حتى من اللي هو ما تراجعني، يعني من غير مثلا تقول لي طيب 5 ونص. فاهم ازاي؟ 6 لا مفيش، هي 5 ان انا اجيب ابلكيشن او اجيب سيرفيس هو اللي ينفذ الكلام دوت. صح كده؟ عشان نظرا ان الموضوع ده زي ما قلت لكم ان هو موضوع مهم جدا، بدانا نشيل العنصر البشري من موضوع السكادجولينج عموما. تمام؟ ونزلنا مكانه مين؟ ونزلنا مكانه سيرفيس هي اللي هتعمل الكلام دوت. طيب جميل جدا. السكادجولينج بقى يا شباب في منه نوعين. يبقى احنا كده خلاص فهمنا ايه هو السكادجول دوت. ان انا عندي بروسيس معينه محتاجها تتنفذ في وقت معين. ممكن الحاجه ديت انا محتاجها تتنفذ مره واحده او ممكن عايزها تتكرر. لان انا في عندي مثلا شغل روتيني ان انا مثلا كل يوم الصبح اتاكد ان السيستم بتاعي شغال، اتاكد ان السيرفيس بتاعتي شغاله، اتاكد مثلا ان البورتات مفتوحه، اتاكد ان الفايرول شغال، اتاكد ان الموظفين كلهم عملوا لوجن على السيستم بتاعي. فاهم ازاي؟ ده مثلا ايه؟ دي حاجات اسمها شغل روتيني او حاجه مقرره. مثلا قبل مع نهايه اليوم خالص بتاكد ان كل الموظفين خلصوا الشغل بتاعهم، بتاكد ان كل الناس عملوا لوج اوت، وبعد كده بروح اقول للسيستم خد باك اب من كل الشغل اللي تم على مدار اليوم دوت، علشان لو حصلت اي مشكله تاني يوم يبقى عندي الباك اب بتاع اخر اليوم اللي هو امبارح. اللي هو اصبح كده ايه؟ اصبح ده شغل روتيني. وفي ممكن تاسكات هي تاسك واحده انا عايزها مثلا تتنفذ كل شهر. مثلا انا عايز كل شهر قبل نهايه الشهر ب3 ايام ابعت ميل للموظفين اقول لهم يا جماعه بعد اذنكم غيروا الباسورد بتاعتكم، احنا عندنا بوليسي في الشركه بتقول ان لازم كل شهر الباسورد تتغير. فعلشان اذكر الناس عشان الناس اللي عندي ما ينسوش هبعت لهم ميل قبل نهايه الشهر بيومين. طب انا ممكن انا اللي انسى ان انا ابعت الميل، انا الادمن فنسيت ان انا انسى ان انا ابعت الميل. فهعمل ايه؟ هروح اخد الميل ديت اللي هي التاسك بتاعتي
واديها للسكاجوال بتاعها او البروسيس اللي هي او السيرفيس اللي هي بتسكاجوال ديت، واقول لها مثلا كل يوم او كل يوم 28 في الشهر او كل يوم 27 في الشهر ابعتي ايه؟ ابعتي الميل ده لكل الناس. خلاص؟ او ممكن مثلا تاسك واحده هنفذها وخلصت على كده. زي مثلا انا عايز السيستم مثلا بياخد باك اب وعايز بعد ما يخلص باك اب يقفل، مش عايز بيشتغل تاني، يبقى هو السيستم هيقفل وخلصت على كده. تمام؟ اصبح دلوقتي السكاجوال فيه منه او عندي منه نوعين، اما ان البروسيس ديت انا محتاجها ان هي تتنفذ مره واحده، حاجه مره واحده فقط لا غير، واما ان انا عايز البروسيس ديت محتاجه ان هي تبقى متكرره. تمام؟ دولت النوعين بتاع السكاجوال. والله لو انت مره واحده او مره او اكتر من مره، الاداه قالت لك ايه؟ قالت لك والله انا عامله لك سيرفيس اسمها اد دي. في عندي سيرفيس اسمها اد دي. السيرفيس دي يا شباب بتعمل ايه؟ بتنفذ تاسك معينه في وقت معين مره واحده وما بتنفذهاش تاني. خلاص؟ طيب دي اللي بتنفذ التاسك. دي اللي بتنفذ التاسك اللي هي السيرفيس اللي اسمها اد دي. طيب انا محتاج ان انا اكتب التاسك نفسها. اصبح دلوقتي في عندي حد هو اللي بينفذ التاسك، لكن انا دلوقتي التاسك نفسها اللي انا محتاجها لسه ما كتبتهاش. ايه هي التول اللي انا بقدر انفذ بيها؟ السيرفيس دي اديت لك والله طب انا هدي لك بقى كوماند لذيذ جدا. الكوماند ده هو اللي بيكتب التاسك نفسها. كوماند اسمه اد. خلاص؟ يبقى انا عندي فيه جزئيتين، كوماند بيكتب التاسك نفسها، وسيرفيس بتاخد التاسك دي عشان تنفذها. خلاص كده يا شباب؟ ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لمره واحده. طيب للحاجه اللي هي متكرره نفس الفكره، عندي برضه سيرفيس وعندي برضه كوماند. السيرفيس بتاعتي اسمها كرون دي، وكنا شفنا الاسم ده قبل كده في البروسيس لما كنا اخدنا البروسيس تقريبا. تمام؟ الكوماند بتاع الراجل ده اسمه كرون تاب. خلاص؟ ده الكوماند اللي بكتب فيه التاسك، ودي السيرفيس اللي بتنفذ التاسك نفسها في الوقت المطلوب. نفس الفكره برضه، ده الكوماند اللي بكتب فيه التاسك، ودي السيرفيس اللي بتنفذ التاسك في الوقت المطلوب. طيب جميل جدا. استخدامهم بقى ازاي؟ استخدامهم سهل جدا. الات علشان استخدمه بستخدم الامر كالتالي كده، بقول له كده ات وبعدين بديله التايم بتاعي. خلي بالكم حاجه بس ما نكمل. معنى ان انا بقول لك ان دي هتتنفذ مره واحده، يعني دي معناها هتتخزن في الكاش او الرام. معنى ان انا اقول لك ان التاسك دي هتتنفذ مره واحده، ده معناه ان هي هتتخزن في الكاش او الرام. لو الجهاز بتاعك راستر يمينه التاسك دي اتشالت. يعني مثلا انت عامل تاسك الساعه 6 والجهاز بتاعك دي الساعه 5:30 تعمل له ريستارت، يعني قفل وفتح لوحده. مش بالظبط، مش هتلاقي التاسك بتاعتك موجوده. خلاص؟ ليه يا احمد؟ عشان التاسك دي متخزنه في الكاش. ليها بروسيس اي دي؟ ليها بروسيس اي دي طبعا. تمام؟ بس متخزنه في الكاش، لما تريستارت البروسيس اي دي اتشال. تمام؟ فاصبح دلوقتي كده البروسيس انتهت، لكن ديت ان هي تتنفذ بقى بصوره مستمره بصوره متكرره، سواء الجهاز بقى راستر او ما راسترش، الكلام ده هيتخزن فين؟ في فايل. وما دام في فايل يبقى ديت معناها في الاستورج نفسها، يعني حاجه مستمره او صوره دايمه. وده الرام اللي هي الحاجه اللي عشان ديت اللي هي الاستورج العاديه اللي هي الذاكره دايما اللي هي الكلام بتاع زمان. الجهاز كله ولا السيرفيس؟ لا للجهاز كله. الجهاز كله. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. نيجي بقى استخدامه ازاي؟ بقول له كده الامر اللي اسمه ات، بعدين بحدد الوقت اللي انا عايز انفذه فيه، بس ركز يمينا، الوقت لازم يكون بنظام 24. خلاص؟ يعني مثلا احمد عايز ينفذ تاسك الساعه 6. الساعه 6 مساء. يبقى المفروض الكوماند هيكون بشكله كالتالي: 18. لو والله لو عايز 18 بالظبط يبقى 00 بالشكل دوت، لو 18 ونص او ربع او ايا كان حط الدقيقه بتاعتك ايا كان. خلاص؟ تعالوا مثلا نشوف بس الشكل، يعني عشان اوريكم بقى شكل الاد بيبقى عامل ازاي. لما اجي اقول له كده مثلا ات 18 مثلا و15 مثلا، يعني هلاقي بص في تيرمينال ثانيه بقى سب تيرمينال اللي فتحت لي بالشكل ده، يبقى هلاقي ات يعمل لي ايه؟ يفتح لي سب تيرمينال بالشكل دوت. ده معناه بيقول لي بقى هات التاسك بتاعتك يا باشا اللي انت عايز تنفذها، يعني اكتب لي التاسك اللي انت عايزها. هنا بقى اكتب الحاجه اللي انت محتاج تنفذها. لو في عندك بقى سكريبت بياخد باك اب، لو في مثلا حاجه عايز تخلي الجهاز يقفل، لو عايز تكريت فايل، لو عايز تكريت يوزر، تدلت يوزر، تبعت ميل، ايا كان اكتب التاسك بتاعتك اللي انت عايزها. خلاص؟ فتعالوا ناخد طيب ماشي جميل جدا. طب بعد كده المفروض ان انت بتدوس له انتر عشان تسيف الكلام دوت.
انتر عشان ياخد التاسك نفسها. طيب خلاص كتبت التاسك مش عايز اي حاجه تاني، بتلاقي اد بالشكل ده برضه، بتدوس له كده كنترول ودي، كنترول ده دي بيعمل ايه؟ بيسيب الكلام اللي انت كتبته دوت وبيخرج. تمام؟ فتعالوا كده بقى ايه علشان ننفذ تاسك في وقت يعني مظبوط. في عندي امر اسمه ديت، اخدنا الامر ده صح كده؟ طيب في عندي امر اسمه ديت بيجيب لي الوقت دلوقتي، بيجيب ديت امر عادي خالص، بيقول لي الوقت على الماشينه بتاعتك 18 مارس الساعه 3، الوقت يعني الوقت على الماشينه نفسها 3 ودقيقه. خلاص؟ انا عايز انفذ بقى تاسك الساعه 3 مثلا و3 دقائق. يبقى انا اقول له كده يا انا عايز الساعه 3 ومثلا 3 دقائق. لا ما هي 3 هو هنا بيجيبها بنظام ال 24 بنظام 24. تمام؟ طيب عشان هي الوقت هنا على الجهاز نفسه كده، يعني ده الوقت بتاعه نفسه. طيب جميل جدا. هقول له كده الراجل ده، بس نخليها 4 بقى علشان على ما اكتبها هتكون اصلا خلصت. طيب جميل جدا. هتعمل ايه في الوقت ده يا سيدي؟ هكتب التاسك بتاعتك. طب التاسك بتاعتي هتكون ايه؟ هقول له مثلا وليكن يعني اعمل لي كده مثلا تاتش تحت سلاش هوم، كريت لي مثلا وليكن كده فايل اسمه تيست دوت اد، فايل عادي خالص، اي يعني اي فايل او اي تاسك انت عايزها. تمام؟ طيب جميل جدا. كده بعد كده اقول له كده كنترول دي. كنترول دي معناها سايب الكلام ده واخرج. قال لي والله ان انت عندك الجوب رقم 2 هتتنفذ في الوقت دوت. تمام؟ طيب لو عايز اليست كل الجوبز اللي موجوده عندي اقول له كده اد داش ال. اد داش ال بيعمل لك ليست لكل الجوبز اللي موجوده عندك. خلاص؟ طيب عايز اتاكد الاول هتقول له كده ال اس تحت سلاش هوم. ما عنديش خالص هنا فايل اسمه تيست اد. صح كده؟ المفروض الساعه لو جيت اقول له كده ديت تقريبا باقي حوالي 40 ثانيه، تقريبا حوالي 40 ثانيه والراجل ده ايه يتنفذ. تمام؟ هنصبر بس حوالي 30 ثانيه والمفروض الراجل ايه يتنفذ. اقول له كده ال اس تاني للروم، مش موجود عندي اي حاجه خالص. تمام؟ هصبر شويه لحد ما الراجل ده تيجي و4 دقائق. خلاص وبص هنا هلاقي ان في فايل جديد جالي اسمه ايه؟ اسمه تيست اد. وبعد كده هاجي ليست الجوبس الموجوده عندي مش هلاقيها موجوده. ليه؟ لان هي بعد ما بتتنفذ بالظبط اتمسحت من الكاش. تمام؟ كلها 11 ثانيه. اربع ثواني. خلاص كده المفروض يتنفذ. لو جيت اقول له كده ال اس الهوم، ملاحظين الفايل ايه؟ الفايل اتكريت لوحده. خلاص؟ طيب لو جيت اعمل ايه بقى؟ لو جيت اقول له كده طب يا اد داش ال عايز ليست الجوبز تاني، ما بقاش في ايه؟ في اي جوب موجوده عندي. خلاص كده يا شباب؟ طيب لو انا عندي اكتر من جوب، يعني بصوا كده ركزوا معايا. مثلا جوب كتبت اي حاجه بقى مش هتفرق. بعد كده عملت جوب كمان، بقى عندي اكتر من جوب. لو جيت اقول له كده اد داش ال بيعمل لي ليست الجوبز اللي عندي، بيقول لي عندك رقم 3 و4. الله، طب فين 1 و2؟ 1 و2 يتعملوا وتنفذوا. طيب واحد يجي يقول له طب احنا ما عملناش غير تاسك واحده بس واتنفذت، فين الواحد؟ اقول لك لو احنا طلعنا فوق سنه كده، لو انت فاكر معايا. لما طلعنا فوق فين اول مره كنا نعمل الاد. لما انا كنت في الاد كنت المفروض اكتب الجوب، فرحت عملت كنترول سي. هو اعتبر ان انت فتحت جوب، يعني حجزت بالظبط، حجزت مكان اسمه رقم 1، ما كتبتش فيه حاجه، خلاص مش هظهر حاجه، بس انت حجزت رقم 1. جيت تعمل تاسك ثانيه فديت رقم 2 واتنفذت، جيت تعمل واحده ثالثه خدت 3، واحده رابعه 4 وهكذا. ايوه لو عملنا ريبوت بيبتدي 1 2 برضه من الاول ولا بتكمل بعد كده؟ لا بيبتدي 1 2 تاني من جديد. خلاص لكن بالظبط اتشالت مع الميموري، لكن طول ما الجهاز مفتوح بيبدا يكاونت او بينكريمنت 1 2 3 4 5 لحد. سؤال ثاني، هي دي المفروض بتبقى على اليوم بس؟ على اليوم على الاورز بس؟
لا ممكن تحدد لها يوم معين، بس الافضل بقى تستخدم ديت لو انت عايز حاجه مستقبلا يعني بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر تستخدم الراجل ده. ليه؟ لان انت لازم تضمن للجهاز بتاعك انه يفضل شغال، ولازم تضمن الباور ان يفضل الباور بتاعه اون، لان لو اتقفل كل حاجه يعني انت تعمل حاجه مثلا بكره او اعمل حاجه بعد 7 8 ساعات، لازم تضمن ان خلال الوقت ده لازم يفضل الجهاز بتاعك ايه؟ شغال، لان لو اتقفل لو ده موجود يبقى في اوبشنز ثانيه ممكن اضيف دي بالظبط كده. لو الاوبشن ده موجود، في اوبشن جوه الاب ان انت تقدر تزود يومين 3 زي ما انت عايز. عملت شوط وعايز اعمل جميل جدا، ممتاز، حاجه ظريفه. لو انا مثلا بالشكل ده وعايز اكنسل اي جوب معينه عندي، عشان تكنسل اي جوب اقول له كده اد داش دي اللي هي ديليت، وبعد كده مسافه رقم الجوب يا احمد، مثلا انت عايز تدلت الجوب هي رقم 3 بس كده، انتر، خلاص اتدلتت، ما بقاش عندي بقى رقم، هي اتمسحت خالص. لو جيت اقول له كده اد داش ان ما بقاش موجود عندي خالص، لا 3 ولا 4. يبقى لو عايز اكنسل جوب معينه يا شباب اقول له كده اد داش دي اللي هي ديليت، وبعد كده الرقم بتاعها. طب الرقم بتاعها بجيبه منين؟ من اد داش ال. اد ال بيظهر لي ايه؟ بيظهر لي كل الجوبز. لو انا عايز بقى الينك البوست دي سيرفيس معينه، يعني انا عندي سيرفيس مثلا ممكن تقع كويس، عايز اقول له ان انت لما السيرفيس دي تقع مثلا نعمل دي بقى السكريبتنج. ليه؟ لان انت بص انت قلت لي ايه؟ انت قلت لي انا عايز اقول له السيرفيس دي لما تقع، يبقى انت عايز تحط كونديشن ان انت تقول للسيرفيس انا عايز ان انت تعمل سكريبت تقول له روح تشيك على السيرفيس دي، لو شغاله خلاص زي الفل ما تعملش اي حاجه، لو وقعت او وقفت شغلها، يبقى انت عايز كونديشن في الحاله دي. خلاص؟ اوكي، خليك حافظ حاجه زي كده، وان شاء الله في التراك التالت اقول لك ازاي لما ناخد الكونديشنز. خلاص كده يا شباب؟ جميل جدا. ده بالنسبه لقيت حاجه هبله جدا وظريفه وما فيهاش اي مشكله خالص يعني، لان هي موضوعها بسيط قوي. او بس كده. نيجي بقى ومش يعني مش مستخدمه الا في حالات يعني لو انت عايز تاسك واحده تتنفذ مره واحده وخلصت. تمام؟ لكن لو انت بقى عندك تاسك وعايز تنفذها بقى بصوره متكرره، لو الشغل الروتيني بقى اللي احنا قلنا عليه. فاهم ازاي؟ يبقى تستخدم مين؟ هتستخدم الكرون. الكرون يا شباب عشان انا دلوقتي انت عشان تنفذ حاجه قدام او بتكون متكرره، ده معناه ان انا عايز انفذ مثلا حاجه كل يوم خميس مثلا الساعه 6. يوم الخميس ده نهايه الاسبوع، الساعه 6 ده الشغل بيكون خلاص فنش، الساعه 6 مثلا عايز ياخد باقه كل اسبوع. يبقى اصبح دلوقتي ان انت عايز ايه؟ تدي ساعه ودقيقه، الساعه 6 ونص 6 وربع ايا كان، بعد كده يوم، بعد كده تاريخ، تمام؟ بعد كده موافق يوم كام في الشهر او يوم ايه في الاسبوع اللي هو الحد او 2 او 3 او 4 او خميس، صح كده؟ وبعد كده التاسك بتاعتك، يعني انت محتاج 6 اركان اساسيه. هنا انا كنت محتاج ايه؟ ساعه ودقيقه ونوع التاسك. لكن هنا هكون محتاج حاجات كتير جدا بقى. طيب نشوف ازاي الكرون جوب بستخدمه. الكرون جوب اصلا عشان استخدمه عندي في امر جميل جدا اسمه ايه؟ كرون تاب. طب بستخدم الكرون تاب ازاي؟ بقول له كده كرون تاب داش اي. بعد ما بقول له كرون تاب داش اي، بصوا كده ركزوا معايا. داش اي اللي هو معناها هادت جوب جديده او هضيف جوب جديده. هلاقي الراجل ده بصوا فتح لي زي نظام فايل فاضي. خلاص؟ طيب جميل جدا. يبقى الراجل ده يفتح لي ايه؟ فايل فاضي بالشكل دوت. الفايل ده يا شباب متقسم ل6 اعمده او 6 اركان. ده العمود الاول، الثاني، الثالث، رابع، خامس، السادس. العمود الاول ده بحط فيه الدقايق اللي هي انا عايز التاسك دي تتنفذ الدقيقه كام. العمود الثاني بحط فيه الساعات، عايز التاسك دي تتنفذ الساعه كام. العمود الثالث بحط فيها حاجه اسمها الداي اوف مانث اللي هو يوم كام في الشهر، يوم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 20 ولا 21 على حسب يوم كام في الشهر. بعد كده العمود الرابع بحط فيه الشهر نفسه، شهر 1 شهر 2 شهر 3. بعد كده مثلا ركز معايا، جيت قلت لك انا عايز التاسك دي تتنفذ مثلا يوم 21/3. 21 ده اللي هو الداي اوف مانث، صح كده؟ و3 ده المانث نفسه. يوم 21 اصلا هيكون موافق يوم ايه؟ يعني يوم ايه في الايام الطبيعيه؟ مثلا يوم 2. يبقى هنا عندي حاجه بقى العمود الخامس ده بقى
حاجه اسمها الداي اوف ويك، اللي هو يوم ايه في الايام الطبيعيه اللي هي ال7 ايام اللي احنا متعودين عليهم. خلاص. وفي الاخر خالص حط التاسك بتاعك. خلاص كده يا شباب؟ طيب معلش فين السنة؟ الايه؟ مش السنة دي؟ لا، ما هي لو انت عايز سنه اليوم بتاع سنه ما بيتكررش، يعني مثلا عندك يوم 1/1 مثلا 2017. لا احنا في 2016 2017. شوف 1/1/2017 هيكون كام؟ كان 2017 كان جان 2017. طيب هو كان بيجيب كان 1، لا هيجيب سنة 1 كده. كان 1/11/2017. مان ونشوفه بيعرض ازاي. الداي المانث لير داش واي الداي. طيب نقول له كده كان مثلا 1/2017. مش فاهمها، مفيش مشكلة. نقول له كده ايه، مش هتفرق. نقول له كده كان 2017 كلها، ونطلع كده على الراجل ده يوم 1 هيكون ايه؟ موافق صندي. تمام؟ يبقى انت هتحط هنا كده، هتقول له هنا في الراجل ده 1 والراجل ده 1، وهنا هتحط له ايه؟ صندي. لازم الثلاثة يماتشوا مع بعض. يعني ماتش في سنه ثانيه. لا، مش ديت مش هتماتش الا بعد 4 سنين. اليوم ما بيتكررش غير بعد 6 سنين. اليوم ما بيتكررش الا بعد 6 سنين. يعني يوم دوت، يعني بص لو جيت تجيب كده ايه؟ لو جيت تجيب 2018 ايه؟ مش هيبقى صنديق تاني؟ مش بالظبط كده، مش هيبقى صندي 1/1 صندي الا بعد 6 سنين، اللي هو في سنه 2023. واحد اللي هو مثلا هيجيب 2017 مثلا، لو هيجيب صندي مثلا هيجيب 2000 مش هيجيب اللي هي بعد 6 سنين صح؟ بالظبط كده. تمام. بس هو اصلا الكرون جوب مش معمول عشان تعمل حاجه بعد 6 سنين ولا تعمل حاجه بعد سنه، هو معمول عشان تعمل الحاجه دي بتاعتك في خلال السنه دي. استنى 6 سنين على ما تتعمل بقى. عارف ان قاعد سنة مثلا ايه تكلي هتفكاش او تمام، وانا لازم اكون ضامن ان مثلا الكلام ما يقطعش. طب لما انا خلاص مثلا الكلام تقطع حاجه زي كده هتقطع عادي، مفيش مشكله عادي. هي متخزنه فايل، اول ما الجهاز يرجع تاني هيبتدي ينفذ التاسك دي. خلاص ركزوا معايا يا شباب، ركزوا معايا. طبعا هو الكرون جوب معمول على اساس ان انت تنفذ حاجه خلال السنه بتاعتك او السنه اللي جايه او اللي بعدها، او يعني على مدار 5 سنين، مش على مدار 6 سنين. يعني انت مثلا دي حاجه، يعني انت ايه اللي هتعمله بعد 6 سنين؟ هتعمل ايه؟ سيستم جديد بعد 6 سنين. يعني انت ده معناه ان انت عايز تنفذ تاسك واحده معينه بعد 6 سنين. ده مين اللي يعمل حاجه زي كده؟ انت بتعمل الحاجه بتاعتك الشهر ده او الجاي او على مدار السنه. ايوه بس دي ما عليهاش سكاجوال جوب تتنفذ بعد 6 سنين. يعني هي السكاجوال جوب اصلا بتعمل نوع حاجه بتتنفذ كل يوم او حاجه بتتنفذ كل اسبوع. ركزوا معايا، حاجه بتتنفذ كل يوم او حاجه بتتنفذ كل اسبوع او حاجه بتتنفذ كل شهر. بتلاقي كل يوم على مدار السنه دي واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. بتعمل سكريبت مثلا وتضرب السكريبت. ما هو انت بتعمل سكريبت بالظبط كده. هي سكريبت التاسك دايما بتكون عباره عن سكريبت، ده بيروح ينادي على السكريبت وينفذ كل الحاجات اللي جوه السكريبت. احنا ما قلناش مثلا لو احنا بنعمل باك اب التاسك هنا باك اب، انا عايزه مثلا كل خميس الساعه 6.
ما هوريك بقى ازاي، يعني دي لسه جايه. تمام. طيب نيجي بس نشوف بس ايه هي القيم البديله عن الراجل ده. يعني انا دلوقتي كتبت المينت والاور والمانث او ديف مانث والمانث نفسه والديف ويك. القيم بتاعتهم ايه؟ المينتس بتاخد من 0 ل 59، والاورز عندي من 0 ل 23، والدي اوف مانث عندي من 1 ل 31، والمانث دولت معروفين من 1 ل 12، والدي اوف ويك عندي من 0 ل 6. تمام. وخلي بالكم يا شباب، 0 هو ساندي. حد كان بيقول حاجه؟ مش بتسميه بالاسم ولا عندك المانث والدي اوف ويك دول تقدر تعوض عنهم بالاسامي. يعني ممكن تقول الراجل ده جانيوري مثلا، او ده ساندي، دي عادي خالص. وفي الاخر بقى مين في الاخر التاسك بتاعتك اللي انت عايز تنفذها لو كانت سكريبت. تمام. طيب نيجي بقى نقول حاجه جميله جدا. لو انا عايز تاسك تتنفذ في رينج معين، يعني مثلا ايه، عايز الحاجه تتنفذ يوم 1 و10 و30، اول يوم في الشهر ويوم 10 ويوم 20 و30 مثلا. لو عايز احط ارقام معينه، سبيسيفاي ارقام معينه، تعالى هنا تقول له كده 1 10 20 30. طب انت عايز ايام محدده. طب لو عايز رينج، يعني عايز تقول كده من يوم 1 ليوم 10 تتنفذ، ومن يوم 20 ليوم 30 تتنفذ. خلاص؟ بتقول له كده 1-10، ده كده معناها رينج. لو عايز تحط رينج تاني 20 مثلا -29، ده معناه انت كده حطيت رينجين، من 1 ل 10 تتنفذ، ولا 1 2 3 4 لحد 10، من 11 ل 19 مش هتتنفذ، بعد كده من 20 ل 29 هتتنفذ. خلاص كده يا شباب. ولاحظوا خلي بالكم القيم دي انت بتشوف بقى بتحطها هنا او هنا او هنا، فعلى حسب القيمه نفسها. يعني هنا عندك من 1 ل 12 مش هتحط 29، الرينج بتاعك اخره 12. هنا الرينج بتاعك اخره 31، هنا الرينج بتاعك 23، يعني هنا ايش دي معناها ايه؟ بالظبط كده، اللي هي من الى، اللي هو من الى. ها؟ طب لو عايز حاجه مثلا تتكرر، معنى كده في مش هحط ادويه. بالظبط، ممكن تيجي هنا تحط استرسك. تمام؟ يعني هو الرينج ده مثلا ممكن يعني عامل مثلا تعمل واحد في الكومه دي اللي هي مثلا دقيقه ولا 10 او ما على حسب المكان بتاعها. لا بص على حسب، يعني مثلا لو انت جيت في القيمه الاولى حاطين مثلا 1-10، يعني معناها من الدقيقه الاولى للدقيقه 10، عشان انت حطيت القيمه دي في الرينج ايه؟ او حطيت الرينج ده في القيمه الاولى. طب لو جيت في القيمه الثانيه وقلت له كده 1-6، يعني من الساعه الاولى للساعه السادسه، اللي هو الساعه 1 و2 و3 و4 لحد 6. طب لو جيت هنا وقلت له كده من 1-10، يعني ما من الايام 1 2 3 4 لحد 10. طب لو جيت هنا وقلت له مثلا 1-5، يعني هم كلهم ده شايف معايا اول واحده اللي هي الكومه دي. بس هي ملهاش الكومه دي، يعني معناها لو انت عايز تسبيسيفاي اوقات معينه. واحد الكومة من 1 ل 10 ولا 1 و10؟ لا 1 و10. انما الداش بالظبط كده، من الى. عايز بقى الويكند مثلا، يعني الويكند دي بتبقى 4 مرات. ما هتبقى 4 مرات، بس انت مش تبقى عارف موافقه قد ايه. ايه؟ هكتبهم بقى جروب مثلا من 1 ل 5 الاسبوع. بالظبط كده. او ممكن تعوض عنهم باسترسك، اللي هي معناها شوف اليوم ده هيكون موافق ايه وعوض عنه مكانه، هو هيعوض لوحده. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. لو انا عايز مثلا تاسك تتنفذ يوم ويوم، يعني تنفذ يوم يوم لا، يوم لا، او ساعه ساعه لا، او دقيقه ودقيقه لا، او شهر شهر لا، مش هتفرق. لو انا جيت قلت لك مثلا عايز الحاجه دي تتنفذ يوم يوم لا، ده معناها تتنفذ كام مره في الشهر؟ 15 مره، صح كده؟ جميل جدا. الشهر عندي بيكون فيه كام يوم؟ 30 صح؟ 30 على كام يديني 15. 30 على 2 يكوال كام؟ 15، صح كده؟ يبقى انت ممكن تيجي هنا في كده
في القيمه دي تقول له كده 30 على 30 على 2. طب لو عايز الحاجه دي تنفذ يوم يومين لا. هو يفهمها كده. بالظبط كده. لو انا جيت قلت لك انا عايز اتنفذ يوم يومين لا، يبقى كم مره بالشهر؟ 10 مرات. يوم يومين لا يبقى 10 مرات. انا عندي القيمه 30، كام على 30 يديني 10؟ 30 على 3. صح كده؟ قيس الحته دي على كل القيم ديت. لو انا عايز بقى الحاجه دي تتكرر في دقيقه ودقيقه لا، يبقى 59 على 2. العد هنا خلي بالك بيبدا من صفر. تمام؟ او ممكن اصلا بدل 59 وبدل 30 وبدل 23 تحط مكانها استرس. استرس ديت اللي هي الاسترس ديت اللي هي معناها اول. استرس كده المقصود بيها اول. تمام؟ ديت عباره عن فاريبل موجود عندي. احنا قلنا طبعا في عندي شويه حاجات سبيشال كاركترز من ضمنها اللي هي الاسترس ديت. حد فاكر الكلام ده؟ تمام؟ الاسترس ديت معناها اول. لو جت في المانث دي معناها 12، لو جت في الدي اوف مانث دي معناها 30، لو جت في الويك معناها 6 اللي هي من 0 ل 7 يعني، او سوري من 0 ل 6. لو جت في الاور معناها 23، لو جت في المينت معناها 59. خلاص؟ فانت ممكن بقى تيجي هنا المكان دوت تقول له كده استرسك على 2 او استرسك على 3 او استرسك على 4 على حسب بقى العدد المرات التكرار بتاعك. خلاص كده يا شباب؟ طيب يلا بينا بقى نشوف ازاي نكتب تاسك. خلي بالكم عندنا مكانين فقط. معلش يعني ايه على ستار اللي هي القيمه كلها بتاعت المكان نفسه. 24. يعني انت لو جيت مثلا ركزوا معايا، انا همسح الحته دي كلها عشان ايه؟ همسح ده كله. لو انت جيت مثلا يا خالد، ركز معايا يا خالد، لو انت جيت حطيت الستار هنا، الستار هنا حطيتها في خانه مين؟ يبقى معناها 59 اللي يعتبر 60 لان هو من 0 ل 60 من 0 ل 59. يبقى لو جيت قلت له كده ستار على 2 يعني معناها ستار على 60 يعني معناها 60 على 2. طب لو جيت حطيت الستار في خانه الاور دي معناها 24. لما تقول له كده على 2 يعني معناها بتيكوال 12، يعني الحاجه دي هتتكرر 12 مره. انت فاهم ازاي؟ لو جيت حطيتها هنا في الدي في مانث وحطيتها هنا في المانث نفسه وهكذا. اتفهمت الحته ديت؟ طيب جميل جدا. لو انا دلوقتي عايز انفذ تاسك معينه بقى يا شباب، لو انا عايز اجي اسكاجوال تاسك معينه تتنفذ كل يوم مثلا الساعه 6:30 والراجل ده مثلا ياخد باك اب من سيستم عندي، اعملها ازاي؟ هستخدم الامر اللي اسمه كروم تاب داش اي، اجي اقول له كده انتر، فتح لي الفايل، هدخل في الانسرت مود عادي خالص بقى. الراجل ده متقسم ل6 اعمده. العمود الاول هكتب فيه الدقيقه، انا قلت لكم انا عايزها تتكرر كل يوم الساعه كام؟ 6:30 صح؟ يبقى الدقائق هتبقى 30 صح؟ والساعات هتبقى 18. طيب ما دام قلت لك كل يوم يعني معناها من 1 ل 31 يبقى استر. ما دام كل يوم يبقى هتصبح كل الشهور. ما كل يوم اللي هو من 1 ل 30 في الشهر. الكلام ده هيتكرر بقى شهر 1 و2 و3 و4 و5 يبقى كل الشهور. تمام؟ ما دام اصلا كل الايام وكل الشهور فاذا كده برضه كل ايه؟ كل ايام الاسبوع. خلاص؟ وفي الاخر بقى تكتب التاسك بتاعتك ايا كان بقى. ايا كان التاسك بتاعتك هي نوعيتها ايه؟ تمام؟ هو التاسك يعني لو قلت له باك اب دلوقتي كده ده اسم الباك اب، طب السيرفيس نفسها هيبقى معاها ازاي؟ هيروح يناديها من بقى؟ لا ما هو انت هنا ده بيكون سكريبت. تمام؟ بس احنا نيجي نعمل حاجه ظريفه، تعال نعمل حاجه ظريفه. نقول له كده ديت، ركزوا معايا، نقول له كده ديت الساعه 3:25. الساعه 3 كام؟ 25. نقول له ندخل كده على الكرون تاب داش اي، هقول له انا عايز انفذ حاجه مثلا الساعه 28. سوري الدقيقه 28 الساعه 3. تمام؟ النهارده كام في الشهر؟ 18. يبقى يوم 18. احنا شهر كام؟ شهر 3 مارس. بس بالنسبه للنتيجه ايوه هو بالنسبه لما هو ده تمام؟ او اقول له كده شهر 3.
طيب ده هيكون موافق يوم ايه؟ يوم الجمعه. يوم الجمعه ده اللي هو يوم 5 عشان الزيرو اللي هو الحد، يبقى الحد الاثنين الثلاث الاربع الخميس الجمعه. الجمعه موجود رقم 6 بس بيبدا من 6. ممكن اقول له كده بالظبط كده، اقول له كده فرايدي. تمام. التاسك بتاعتك ايه بقى؟ ممكن استخدم الامر اللي اسمه طار. طار ده بياخد اركايف اللي هو الباك اب يعني. تمام. واقول له كده يا طار عندك تحت روت سوري الاوبشنز داش سي في مثلا جي اف خلاص. وبعدين اقول له كده تحت الروت كريت لي فايل اسمه تيست داش كرون تيست كرون مثلا دوت تار دوت بي زد 2 عشان استخدمت الاوبشن دوت. الكلام ده هتنفذ منين؟ من الراجل اللي اسمه اي تي سي. خلاص كده يا شباب. انا كده كتبت ايه؟ كتبت التاسك بتاعتي. معلش اتلخبطت شويه. يبقى انا قلت له في الدقيقه ديت الساعه كذا يوم وشهر. تمام. نفذ لي الامر دوت. هروح اسيب واخرج. تمام. قال لي والله ان انا عملت لك ايه؟ انا عملت انستول لنيو كرون تاب. وبيقول لي طبعا انت خلي بالك ده انت في عندك مين؟ مالناش دعوه بالكلام دوت. المفروض دلوقتي ايه؟ لو جيت اقول له كده ديت المفروض بقى بالظبط دقيقه والراجل ده يتنفذ. الاول اقول له كده ال اس تحت روت ما عنديش فايل اسمه تيست كرون لسه الفايل ما اتكريتش بس اصبروا بس عليه حوالي 30 ثانيه بالظبط. ايه؟ لو عايز اعرف الجوبز كلها في عندي الامر اللي اسمه كرون تاب داش ال. كرون تاب داش ال ده بيليست الجوبز بتاعتي. خلاص؟ دي الجوب بتاعتي المفروض ان هي هتتنفذ دلوقتي حالا يعني بالظبط تقريبا بعد 10 ثواني. بعد تقريبا 5 ثواني الجوب دي هتتنفذ. المفروض لو جيت اقول له كده ال اس روت لسه الفايل ما جاش ان لسه ما اتنفذتش كده المفروض ان هي بتتنفذ او المفروض ان هي اتنفذت. لو جيت اقول له كده ال اس بص كده عامل ايه اللي حصل. الجوب كده ايه اتنفذت عندي. ودي كده سيف الفايل كل لا كده اتعملت كرون تاب داش ال. الجوب دي هتتنفذ كل يوم جمعه 18/3 يعني شوف بقى يوم الجمعه 18/3 هيبقى موافق تاني امتى؟ تاني امتى؟ في المستقبل اللي هو بعد 6 سنين. الحاجه دي مش هتتنفذ ثاني الا بعد 6 سنين. خلاص؟ طب لو عايز الحاجه دي تتنفذ كل يوم حد او كل يوم خميس او كل يوم جمعه على حسب الحاجه بتاعتك انت. على حسب الايام بالظبط كده تسبيسيفاي بالظبط. تمام. فانت بتحدد اليوم دوت لازم الثلاثه يماتشوا. لازم الثلاثه ايه؟ يماتشوا مع بعض. تمام. طيب لو انا عايز انفذ الجوب ديت بقى كل يوم كرون تاب داش اي. لو انا عايز انفذ الجوب ديت كل يوم خلي بالكم انا ممكن ادلت الجوب خلاص. وممكن تأديت فيها. ممكن تروح تأديت في حاجه معينه بقى تقول له كده لا والله انا عايز الحاجه ديت بدل الايام ديت عايزها اسف. يعني معناها ده معناه ان كل يوم 18 شهر 3 كل يوم 18 شهر 3 يعني كل سنه الجوب ده هتتنفذ في الوقت ده بالظبط. تمام. طب لو جيت كده قلت له هنا ايه استرسك هنا اللي هو من يوم 1 ليوم 30 على مدار شهر 3 كله. بس الجوب دي مش هتتنفذ الا في شهر 3 بس اللي هو من 1 لحد 30/3 من 1 و2 و3 لحد 30. لكن شهر 1 و2 و4 و5 مش هتتنفذ. طب لو عايزها كل الشهور هنا اسس. ده معناه كل على مدار السنه كلها بقى هتتنفذ بس في الوقت ده اللي اصبحت الجوب ديت بقت ديلي. خلاص كده يا شباب. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للكرون جوب. حد عنده اي مشكله في الكرون جوب او السكاجول عموما؟ جميل جدا. هنسيب الكلام دوت ونخرج ونوقف.